مساء الخير على حضراتكم او صباح الخير على حضراتكم على حسب الوقت اللي بتشوف فيه الفيديو ده. في الفيديو ده هنتكلم في حاجتين. الحاجة التانية هو ملخص بسيط جدا لمباراة الاهلي واوكلاند سيتي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية. اما الحاجة الاولى وهو سؤال في ذهن كل المصريين، سؤال في ذهن كل المصريين، هو مين بيحمي مرتضى منصور؟ طبعا السؤال ده في ذهنك دلوقتي وفي دماغك، وسألته كتير لنفسك وسألته كتير لصاحبك الاهلاوي زملكاوي. المهم ان انت سألته حتى لو بينك وبين نفسك، هو مين بيحمي مرتضى منصور؟ خلينا نتكلم ونقول اللي بيحمي مرتضى منصور، وبعد كده نصنف الناس اللي مأيداه والناس اللي مش مأيداه. اللي بيحمي مرتضى منصور عدة اسباب. السبب الاول سنه. الراجل ده يا جماعة داخل على ال 80 سنة، فبالتالي اي حكم قضائي هيصدر ضده بالحبس فيعتبر حكم باطل او ملوش اي محل من الاعراب، لان طبعا سنه هيمنع التنفيذ من انه يتنفذ او يتحبس الراجل ده. تاني حاجة، في ناس كتير بتخاف من مواجهة الراجل ده، لان الراجل ده بيطلع يتلفظ ويشتم وعلى الفضائيات وعبر السوشيال ميديا، ومش حابين يدخلوا معاه في خناقة لان يعني الراجل لسانه طويل شوية. تاني حاجة او تالت حاجة حامية مرتضى منصور، وهو ان الراجل راجل قانون، راجل عنده مكتب كبير محاماة في البلد، اكبر مكتب محاماة في البلد، يمتلك من المحامين يجي 100 او 150 محامي، فطبعا اللي هيخش معاه في عداوة هتلاقيه ماشي في مصر كلها وربنا يستر. والدليل على كده الحكم اللي اخده الكابتن محمود الخطيب عليه بالحبس لمده شهر، ولحد دلوقتي لسه ما اتنفذش، بقاله بتاع 5 6 شهور محكوم عليه بالشهر ده، ولحد دلوقتي لسه ما اتنفذش. فاول حاجه احنا قلنا سنه، تاني حاجه احنا قلنا محدش حابب يدخل معاه في خناقه، لان الراجل ده بيطلع يتطاول عليه عبر الشاشات وفي السوشيال ميديا ويعني وبيشتم وكلام من ده، واسلوبه بيبقى حاد جدا مع اي حد بيدخل معاه في خناقه. تالت حاجه ان الراجل طبعا راجل قانون وراجل مستشار سابقا واكبر محامي في مصر، ويمتلك من المحامين اللي شغالين تحت ايده يجي 100 او 150 محامي تقريبا، فعشان كده محدش بيدخل معاه في عداوه. محدش يقول لي بقى ان في مسؤول كبير حاميه وكلام من ده، لا مفيش حاجه من دي خالص، دي من وجهه نظري الشخصيه، وده اكيد هو اللي حاصل. تعالوا بقى نصنف الناس اللي موافقه مرتضى منصور على اللي هو بيعمله، ومين هم، ومين الناس اللي مش موافقه على اللي مرتضى منصور بيعمله. رقم واحد في الناس اللي مش حابين مرتضى منصور باسلوبه وبطريقته وادارته لنادي الزمالك، وهم اغلب الزملكاويه، يعني الزملكاويه نفسهم المحترمين، اغلب الزملكاويه المحترمين. يعني لو جينا نصنف جمهور الزمالك المحترم هنلاقي 90% منهم محترمين، وال10% غير ذلك مش عايز اقولها يعني. فلما تيجي تتكلم وتقول نسبة قبول مرتضى منصور عند الزملكاوية هنلاقي 90% مش مرحبين بيه، مش مرحبين انه يكون رئيس نادي الزمالك ويمثل النادي اللي هم بيشجعوه، 90% منهم. ودول طبعا هم الزملكاوية المحترمين اللي حابين ناديهم ورئيس ناديهم يظهر بصورة حضارية لائقة، تعبر عن النادي الملكي على حد قولهم ان ده النادي الملكي، اشيك نادي في مصر المفروض. فازاي رئيسنا دي يطلع يتلفظ بالالفاظ والبذاءات اللي كل يوم على الشاشات وعبر السوشيال ميديا؟ فهم مش حابين كده. وانا اعرف ناس كتير جدا جدا زملكاويه اصحابي رايهم من الراي ده. يعني نمره اتنين مش عايزين مرتضى منصور طبعا الاهلاوي الطبيعي، الاهلاوي الطبيعي السوي، الاهلاوي اللي بيحب ناديه مش عايز مرتضى منصور، لان بيطلع يسيء لكل رموز النادي الاهلي ورئيس مجلس ادارته على طول الخط، تجاوزات وشتيمه وسباب. فبالتالي الاهلاوي الطبيعي جدا مش عايز مرتضى منصور يكون رئيس نادي الزمالك او له علاقه من بعيد او من قريب بالمنظومه الرياضيه عامه. فده تاني حد مش حابب مرتضى منصور يكون موجود في مكانه، وده كتير جدا جدا، اهلاويه كتير جدا 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 بيفكروا كده. نيجي بقى نتكلم على الناس اللي مأيداه، الناس هي اللي مأيداه ومجمده قلبه ومجمده رجليه وتملي بيطلع يضيف. الناس دي رقم واحد هي الناس اصحاب الاجندات، اصحاب المصالح، المستفيدين من وجوده على كرسي رئاسه نادي الزمالك، وهي الناس هزاز الرؤوس اللي بتظهر معاه في القناه، والناس اللي حواليه في النادي، والناس اللي بتطبل له، والناس المستفاده بمعنى اصح
والناس اللي مشغلها في السوشيال ميديا اللي مشغلها عنده يطلعوا يهاجموا الخطيب ويشتموا رموز النادي الاهلي القدامى ويهاجموا النادي الاهلي على طول الخط في اي حاجه. هم دول الناس المستفاده من وجود مرتضى منصور على رئاسه نادي الزمالك. تاني حد عايز مرتضى منصور على كرسي رئاسه نادي الزمالك هو الزملكاوي المتعصب الحاد جدا اللي بيحب نادي الزمالك لدرجه ان هو بيكره النادي الاهلي. الزملكاوي اللي بيقول على نفسه زملكاوي ده مش زملكاوي، ده اسمه كاره للنادي الاهلي. فبالتالي اي حد بيغلط في النادي الاهلي ورموزه هو بيحبه وعايزه، وهو ده اللي جاي على هواه. فده عايز مرتضى منصور يفضل مكانه عشان يطلع كل يوم يشتم في رموز النادي الاهلي والنادي الاهلي ويقلل من نجاحات النادي الاهلي، وعلى طول الخط يسفه في رموز النادي الاهلي. الزملكاوي المتعصب ده او اللي بيقول على نفسه زملكاوي وهو مش زملكاوي ولا حاجه، هو عايز الراجل ده في مكانه. تالت حد عايز مرتضى منصور يفضل في مكانه وفخور جدا بيه وفرحان بيه في المكان ده هو اذكى واخطر تصنيف في اللي انا قلته ده، هو الاهلاوي الذكي جدا 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 لدرجه انه يتخاف منه. في اهلاويه كتير جدا واللي مرتضى منصور بنفسه قال عليهم في بعض مداخلاته وفيديوهات يقول لك ايه، انا اهلاويه بيكلموني بيقولوا لي انت عندك حق، واهلاويه بيكلموني ومؤيديني. صدقوا فعلا في هناك اهلاويه اذكياء جدا بتقوي ظهر ورجل مرتضى منصور وتوقفه كده وبتقول له دوس وكمل، وهم الاهلاويه الاذكياء. الاذكياء يعني ايه؟ يعني الناس اللي عايزه دايما صوره نادي الزمالك تفضل في ابشع الصور. وده اهلاوي ذكي جدا بيحب ناديه لدرجه ان هو كاره نادي الزمالك وعايزه تملي يكون في الصوره السيئه. وده رئيسه هو اكبر مثال على سوء نادي الزمالك، وبيطلع يصدر ان نادي الزمالك رئيسه عامل ازاي، فهم بيشجعوه على كده وبيطلع على طول يقووه ويجمدوا رجله وظهره ويقولوا له كمل ودوس عشان يفضل تملي صورته وحشه في مصر وفي العالم كله. وده اهلاوي ذكي جدا وخطير جدا جدا جدا. وبينزلق رئيس نادي الزمالك في المطب ده ويقول لك اهلاويه بتكلمني وبتقول لي والله احنا معاك، احنا مشجعينك، احنا فعلا بيحصل. وده اهلاوي ذكي جدا وعايز تملي يصدر للناس حتى لو نادي الزمالك عمل انتصار بتملي بيقول لك شوف رئيس النادي الزمالك بيقول ايه، ويضيع حلاوه انتصار الزمالك مثلا او حصوله على بطوله. فده اهلاوي واخطر تصنيف اللي انا قلته ده كله الاهلاوي الذكي جدا 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 اللي عايز مرتضى منصور يفضل على الساحه عشان يفضل على طول الخط. اولا يخلي صوره نادي الزمالك سيئه قدام العالم كله، ثانيا يضحك على مرتضى منصور ويضحك على كل كلامه وهو حابب هو المنظر والطريقه دي كده، يعني يقول لك عليه ده مسلينا وسيبه واحنا كمان بندعمه كمان. فده اخطر تصنيف. بس زي ما قلت لحضراتكم الناس اللي مؤيده مرتضى والناس اللي مش حابه وجود مرتضى منصور، هو ده ملخص الموضوع من الاول للاخر. من الاول للاخر. وصدقوني الموضوع مش هيطول كتير، يعني خلاص اول مسمار اتضرب في نعش مرتضى منصور اليومين اللي عدوا دول، والراجل خلاص مقرب يقعد في البيت ويسيب النادي خلاص، يعني بنسبه كبيره جدا جدا. تعالوا نتكلم بقى عن مباراه الاهلي واوكلاند سيتي، مباراه قويه جدا اظهر فيها النادي الاهلي انيابه الحقيقيه لجميع القارات، وتفوق على اوكلاند سيتي ثلاثيه ولا اروع من كده 3-0. طبعا من وجهه نظري الشخصيه رجل هذه المباراه هو حسين الشحات يا جماعه، بقاله كذا ماتش روعه في قمه الروعه وقمه مستواه. نقدر نقول كده حسين الشحات بتاع زمان رجع، او بنسبه 70-80% من مستواه رجعوا. حسين الشحات بتاع زمان، مع احترامي لان شريف وانه اخذ راجل المباراه، لكن حسين الشحات يا جماعه لا حاجه قماشه تانية خالص. هو حسين الشحات اللي بنحبه، الراجل ده جاب جول وعمل اسيست لشريف وليه حق يزعل اللي هو خارج من الملعب، مع ان احنا ما عندناش الكلام ده. لكن حسين الشحات يا جماعه في اعلى فورمه ليه من يوم ما جه النادي الاهلي بمنتهى الامانه. الراجل كولر بدا بغلطه في المباراه ونزل بثلاثه شبه بعض في نص الملعب، وهم السوليه وحمدي فتحي واليو ديانج. كان المفروض يبقى فيهم محمد مجدي قفشه مع اي اتنين منهم عشان تنجح خطه 4-3-3 اللي هو بيلعب بيها. لازم يكون فيها قفشه واي اتنين معاه، لان انت ما بتلعبش ريال مدريد يا بيه، انت بتلاعب اوكلاند سيتي.
امال لما هتعمل ايه قدام ريال مدريد لما تلعب بثلاثه شبه بعض بيميلوا للدفاع في نص الملعب؟ اي نعم حمدي فتحي كان بيزيد لكن على فترات، وماهوش هو اللي يصنع الفارق قدام. يعني ماهوش هو اللي هيدي كرة حلوه لشريف، ماهوش هو اللي هيدي كرة حلوه لعبد القادر، لمعلول، للشحات. مش حمدي فتحي، لا. فدي كانت غلطه كولر، عشان كده الشوط الاول كله لقناه بالمنظر ده، وما اتفتحش غير في تسديده من بره ال 18 من حسين الشحات. لو ما كانتش الكره دي جت في اخر الشوط الاول كنا هنتعب قوي الشوط الثاني لحد ما المباراه تتفتح. فبالتالي نزل اوكلاند سيتي الشوط الثاني، فتح الملعب عايز يجيب الجون، فطبعا بقى لعبنا باريحيه، مساحات بقى زي ما انتم فاهمين. حسين الشحات وشريف ما بيلعبش الا في المساحات دي، واي فرقه بتلعب قدام الاهلي مفتوحه زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في الفيديوهات السابقه بتتعب الثاني والثالث وهلم جرة. اي فرقه بتفتح قدام الاهلي كده عشان ترجع تجيب الجون بيخش فيها الثاني والثالث وكده. فتصويبه حسين الشحات اللي في نهايه الشوط الاول هي اللي فتحت المباراه وجعلتها بالسهوله دي، بس مش اكتر. انما كولر غلط في التشكيله ونزل بثلاثه نص ملعب ديفندرات صرحه، ما ينفعش، لازم يكون فيهم واحد زي محمد مجدي قفشه يصنع الفارق، يلعب كرة حلوه كده بينيه، شوطه من بره ال 18، الشحات يشغل عبد القادر، يشغل محمد شريف، انما الثلاثه شبه بعض. دي كانت غلطة كولر الوحيدة، لكن الراجل بجد يعني اكتشف بعض اللاعيبة ما كناش شايفينهم بالروعة دي، زي حسين الشحات ابرزهم، محمد هاني كويس جدا مع كولر، محمد عبد القادر روعة مع كولر، محمد شريف بيجي ماتش عن التاني، بيرسي تاو اللي لقى نفسه في مركز المهاجم عن طريق مارسيل كولر. برضو الراجل ده يا جماعه ليه لمساته مع الفرقه. مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، وباذن الله من نجاح لنجاح، وان شاء الله الماتش الجاي نكسب الفريق الامريكي ونلاعب ريال مدريد قبل النهائي ان شاء الله باذن الله، وده حلم كل الاهلاويه، وان شاء الله نوصل النهائي ونلعب على المركز الاول. حتى لو خسرنا الاول نلعب ناخد الفضيه، يبقى فيه هنا كده بنصنع التاريخ، والجيل ده بيصنع التاريخ. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ولحد ما اشوفكم اتمنى يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده، وما تنسوش اللايك، ولو مش مشترك في القناه اشترك في القناه. يلا السلام عليكم.